حمص الشام أو الحلبسة في ناس كتير بتعملها بس ما بتطلعش زي اللي احنا بنشتريها من بره. عايزة أقولك لو اتفرجت على الفيديو ده هتطلعي زي اللي بره وأحسن كمان. الحلبسة بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا، وهقولك على شوية غلطات اوعي تغلطيها، هي دي اللي هتوقعك فيها. بس قبل حاجة نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونسمي بسم الله، وما تنسيش تدعميني وتحطي لايك لأختك حبيبتك. أول حاجة بنجيب الحمص ويبقى البلدي، ولازم ننقعه قبلها بكام ساعة، ويحبذ لو قبلها بيوم. بس أنا بحب قبلها بساعتين كده أروح بقى نقعاه وشطفاه بكذا مية، وطبعا بنقيه كويس جدا عشان لو في أي حاجة سوسة ولا أي حاجة. بعد كده بجيب مية بتغلي وهبتدي أسقطه فيها لحد لما يستلق معانا 3/4 سوا. أول لما أتأكد إن هو استوى معانا 3/4 سوا، أنا هحتفظ بمية السلق بتاعتنا دي عشان هي كويسة مش وحشة. احنا المَيّة اللي نقعناه فيها هي اللي غيّرناها. هابتدي أتبّله بتتبيلات بسيطة جدًا، جدًا، مكعب من المرق، وهاحط كمون وملح، بس ما فيش أكتر من كده. بس يا أم ملك هاسيبه 5 دقايق يغلي عشان يطعّم حبّاية الحمص الملح بتاعنا. هاكون في الوقت ده جايبة 4 طماطمات كدهوّة وعصرتهم عصر جامد جدًا، بحيث إن هو ما يبقاش فيه أي تِفل ولا فيه أي حاجة. تمام، بس هاحتفظ بالقشرة بتاعته عشان هو اللي هتدّيني الحمار. هاسيبه يغلي معايا لحد لمّا ال ال الطماطم كده زي ما تقولي استوت معانا عشان تبقى طعمها حلو. هابتدي أجيب نُص معلقة من التوم. الغلطة اللي أنتم بتعملوها إن أنتم وأنتم بتسلقوا الحمص بتحطوا معاه بصل وتوم، فبتخلّوه ريحته نفاذة جدًا، ما بيتحطش معاه بصل، ده مش فراخ ولا لحمة يا ماما هتسلقيها. بعد كده حطيت شوية من البابريكا عشان تعزّز اللون، بس مش أكتر. وهابتدي بقى أجيب الليمون بتاعي زي ما أنتِ تحبي، 3، 4 ليمونات كدهوّة واعصريهم في قلبيها. هتشمي ريحة عايزة أقول لِك زي اللي أنتِ بتشتريها من برّه بالضبط، أو تبقي واقفة على الكورنيش وتشربيها من برّه. حلوة حلاوة وريحتها طعمة طعامة، والطعم بقى مش هاقول لكم حكاية. 3، 4 ليمونات كده اعصروها في قلبها وكده خلاص. عايزة أقول لِك إن الحمص خلص، أيوه والله خلص، ما بياخدش معانا وقت خالص، وما بياخدش معانا دبكة ولا توابل بقى كتيرة والحاجات دي. هتشربي شوية شوربة حمص إنما إيه حكاية، لوز اللوز. طب يا أم ملك على بال بقى ما نهدي الدنيا كده، هابتدي إن أنا أجيب الإيه، هنعمل التتبيلة بتاعتنا أو اللي هو الدقة بتاعتنا. باجيب بقى كوبايتين، ليه كوبايتين يا أم ملك؟ ممكن اعمليها في كوباية واقسميها بنصين. هتجيبي ليمونتين 3 وتعصريهم. هنعمل إيه، دقة باردة ودقة حارة اللي هي بالشطة، وهازود معلقتين من الخل، بس كده اهوت. وبعد كده هاحط بقى ملح هنا وهنا، وهنا اهوت هاحط كمون، وهنا هاحط شطة. كتري الشطة بقى عشان الدنيا تبقى حلوة وجميلة ويعلي الحرق عندنا. يبقى عملت دقة بالكمون ودقة بالشطة، وحطيت شوية صغيرة من الكزبرة الناشفة، حاجة كده تدلع لي الدلع كده، تبقي وانت بتشربي ايه في طعم حلو قوي. يبقى عملنا الدقة اللي هي الليمون الباردة، وعملنا كمان الشطة. الراجل بتاع الحمص لما بيجي يعبي لنا الكوباية أو الكيس بيروح حاطط لنا بقى دقة حلوة ودقة حارة. وهاتي بقى كوباياتك الحلوة الجميلة دي وابتدي بقى حطيها فيها، حاجة كده جمال الجمال. روّقي على عيالِك وعلى جوزِك، والجو ساقعة ومحتاجة الحلبسة ديّة، حاجة تدفّي كده ومنها بروتين ومنها حاجة قيمة غذائية، وحاجة بقى مش هنشتريها من برّه إحنا ضامنين الطماطم المعصورة إيه ولا مضروبة إيه ولا حلوة ولا وحشة ولا الحاجات دي كلّها. جبنا الحمص وسلقناه وعملنا الدقة وعملنا كل حاجة، حاجة كده يعني حلوة أوي، أوي وجميل جدًا، جدًا وريحته تحفة. يالّا بقى جرّبيه وقولي لي رأيِك في التعليقات. لو وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو أتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك، وما تنسيش تدعميني وتقولي لي تعملي لايك وتقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد. ولو انتي أول مرة تدخلي الصفحة وتقيمي المحتوى، أي فيديو يعجبك شير لكل أصحابك وقولوا لي رأيكم في التعليقات. وصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام واشربوا أحلى حلبسة.